بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل سنة وانتم طيبين. خلاص زي كل فيديو ما بنقول كل يوم بنقرب عن اليوم اللي قبله. جمعت لكم أفكار من اللي قلناها في الفيديوهات اللي فاتت عن استعدادنا لرمضان، وإن شاء الله أقدر في الفيديو ده أقول لكم مجموعة أفكار حلوة جدا تقدر تخلينا نستعد لرمضان بروقان كده. الناس اللي اتأخروا ما بدأوش معانا من الأول في استعدادنا لرمضان، لسه عندكم وقت، لسه عندكم 3 شهور ممكن تستعدوا منهم فيهم يعني روحانيا وتستعدوا بخزين البيت، وتستعدوا بالعبادة، وتستعدوا في كل حاجة في 3 شهور دول إن شاء الله، وتدخلوا على رمضان وإحنا في أحسن حال، اللهم آمين. لسه لنا 3 شهور زي ما بنقول. اول حاجه هنتكلم عليها خزين البيت اللي احنا بنخزن فيه من زمان، وبنقول هنخزن واحده واحده وبراحتنا لحد ما يكون عندنا حاجات تكفينا في رمضان، وتكفي كمان حبايبنا اللي هنطلع ليهم شنط رمضان. اللي متاخرين بقى ولسه بادئين الشهر ده، انتوا عندكم لسه 3 مرتبات هتاخدوهم ان شاء الله على رمضان. هنبدأ ال3 مرتبات دول نشيل منهم زي ما احنا متعلمنا كده مصروف كل اسبوع، بناخد منه جزء ونجيب منه حاجة رمضان. يعني الاسبوع الشهر 4 اسابيع، هناخد كل اسبوع من مصروف البيت 100 جنيه. 100 جنيه هنجيب بيها حاجة لرمضان. اول اسبوع مثلا هجيب 4 كيلو رز، تاني اسبوع هجيب بال100 جنيه مكرونة، 4 كيلو مكرونة برضه. الاسبوع اللي بعده هجيب زيت مثلا، الاسبوع اللي بعده هجيب كيسين سكر. يبقى احنا كده الشهر الواحد جمعنا فيه 4 اكياس رز و4 اكياس مكرونه وازازه زيت وكيسين سكر، يعني خزين محترم. خزين محترم يكفينا في رمضان. ما هو رمضان برضو ليه مرتب وليه مصروف، فهتلاقي ان انت الحاجات دي هتكفيكي وتفيد كمان في رمضان، زي ما قلنا الشنط والحاجات اللي احنا بنعملها. حاجة تانية كمان، يعني احنا في رمضان بنقول مصاريفنا تبقى زيادة شوية، يعني احنا بنستعد من دلوقتي لهدوم العيد مثلا. اللي معاه دلوقتي يجيب حاجة لهدوم العيد، اللي حوش معانا من زمان وعمل حصالة من زمان، دلوقتي قبل الغلا وقبل الزحمة يقدر يلقط حاجة من هدوم العيد كده عشان ما يزنقش على رمضان. انت دلوقتي مثلا هتبدأي، مش عايزة تبدأي بخزين رمضان، ابدأي بحاجة العيد زي ما احنا بنقول. حاولي ان انت توفري كل اسبوع حاجه لحد اخر الشهر، تبداي يبقى معاكي مبلغ تجيبي منه حاجه من بتاعه العيد، مثلا بنطلون، سويت شيرت، حاجه حلوه من اللي نازله في المحلات. لسه بدري على رمضان، لسه بدري على العيد، فهتلاقي حاجات لسه نازله موديلات حلوه وجديده، وتقدري تخطفي كده حاجه كده في ال3 شهور دول على العيد ان شاء الله، يكون خف عليكي الحمل شويه. خزين البيت برضو اللي احنا بنقول عليه، ان احنا بادئين نعمل 3 شهور دول نقسم فيهم كده للناس اللي ما خزنوش، ان احنا كل شهر بنجيب حاجه. قلت لكم في شهر هنعمل فيه زي ما احنا قلنا كده، في شهر تاني بقى هنبدا نخزن فيه الخضار. يعني مثلا الخضار في الشتاء احنا عارفين رخيص وجميل، هنبدا برضو كل اسبوع نجيب حاجه. يعني الطماطم دلوقتي ب5 و6 جنيه، لما تجيبي ب50 جنيه طماطم وتشيليهم كده وتعمليهم صلصه وتعينيهم في الفريزر وتكتبي عليهم رمضان، محدش يروح ناحيتهم لحد رمضان، يبقى انت عملتي وفر حلو جدا. مش وفر فلوس، وفر مجهود، وفر وقت. احنا متفقين من زمان ان احنا عايزين في رمضان يبقى عندنا وقت للعباده، مش وقتنا كله واقفه في المطبخ بس عشان نحتفل برمضان، لا، احنا عايزين اكبر وقت نقضيه في العباده. فمش عايزين ان احنا وقتنا كله يبقى في المطبخ. يعني مثلا لما تعملي صلصتك جاهزه، هتدخلي المطبخ مش عايزه لسه هتغسلي طماطم وهتفرمي طماطم وهتعملي الصلصه، وقت انت اولى بيه تقري لك فيه صفحتين قران. مثلا دلوقتي البصل رخيص جدا، تجيبي مثلا 2-3 كيلو بصل كل اسبوع زياده عن الحاجات اللي انت بتجيبيها للاسبوع، وافرميه برضو وعينيه في الفريزر. انا شفت قبل كده واحده على اليوتيوب برضو طلعت في رمضان، جت في رمضان كده بتعمل فطار، كانت مخزنه الحاجات دي كلها قبل رمضان. دخلت المطبخ طلعت كيس صلصه، كيس خضار كانت مخزناه، كيس بصل خدت منه حته بصل، كيس لحمه برضو مخزناها، وحطت كله على بعضه وحطيته على النار وهدت عليه وسابته، وقالت اهو اليوم كله عدى في دقيقتين 2. لا مسكت سكينه ولا غسلت حاجه ولا عملت اي حاجه، كله في حله واحده وحطيته على النار وخلاص. فاحنا عايزين الافكار، احنا مش بنقول ان احنا كسلانين، لا، احنا في رمضان بيبقى كلنا نشاط، بس احنا عايزين نشاطنا يبقى للعباده، مش نشاطنا اللي واقفه في المطبخ. يعني بنحاول من دلوقتي نوفر مجهودنا
في رمضان عشان نقضيه في العباده، نقضيه في حاجات حلوه، في ذكر الله، في حاجات تفيدنا. الناس بيقولوا ان رمضان انتوا عاملين تقولوا خزنوا ورمضان مش اكل وشرب. والله احنا مش بنخزن عشان رمضان اكل وشرب، احنا بنخزن عشان رمضان يبقى عندنا وقت نقعد فيه نعبد الله، نصلي، يبقى عندنا طول الليل نصلي براحتنا، مش طول النهار هالكين نفسنا في المطبخ ونيجي طول الليل ما احناش قادرين نقف على رجلينا وعايزين ننام وخلاص، ونضيع احلى شهر في السنه عشان اكل وشرب وحاجات يعني ممكن تعدي. فاحنا عايزين من دلوقتي نستعد، وقدامنا 3 شهور نعمل حاجه رمضان كلها كده في روقان. تيجي بقى على رمضان تلاقي نفسك رايقه كده وفاضيه، ويومك كله بيعدي في المطبخ يا دوب نص ساعه، وغير كده انت مقضيه اليوم كله ان شاء الله عباده وذكر. من الحاجات الحلوه برضو اللي قلنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت هنفرزها الفاكهه بتاعت العصير. انت دلوقتي برضو في فراوله، في جوافه، فيه برتقان، في الحاجات دي كلها بنجيبها ونفرزها ونعملها اكياس ونحطها في الفريزر لعصير رمضان. بتيجي برضو في الفطار بتلاقي ان في ثواني بتطلعي كيس الفراوله عليه شويه سكر شويه ميه وخلاص اتعمل عصير، ما بتوقفيش برضو في المطبخ كتير. احنا مش عايزين ننزل كتير في رمضان، يعني بنبقى مرهقين وما احناش قادرين ومش عايزين نضيع الوقت، فاحنا بنحاول ان احنا الحاجات دي تخلينا ما ننزلش كتير السوق، ما تخليناش دايما ما احناش عندنا حاجه في البيت نعملها، يعني ايه لازم كل اسبوع انزل، كل يومين انزل كده، لا احنا بنحاول ان حاجتنا كلها تبقى في الفريزر. نبقى رمضان كده يبقى روقان زي ما انا قلت، يبقى وقتنا فاضي، مش ورانا دايما حاجات لازم نروح نجيبها وحاجات لازم نعملها والحاجات دي كلها. وما تنسوش ان رمضان السنه دي جاي في الدراسه وجاي في الشتاء، فهيبقى اصلا زنقه لوحده، يعني هتبقي عندك وقت للدراسه والمذاكره والواجبات، ووقت انك تعملي تجهزي بقى فطار وتجهزي عصاير وتجهزي الحاجات دي كلها. فاحنا من دلوقتي بنحاول ان احنا نخفف عن نفسنا والضغط اللي احنا بنبقى فيه. في ناس كتير بيعملوا عزومات في رمضان بيزودوها شويه في رمضان في العزومات، فدلوقتي برضو عندك وقت ان انتي تستعدي للعزومات دي، استعدي بالحاجات اللي هتخزنيها، استعدي بالتتبيلات اللي هتعمليها، تبلي فراخك، تبلي اللحمه، تبلي الحاجات اللي انتي بتتبليها وعينيها في الفريزر تبقى جاهزه على التسويه. كل الحاجه اللي ممكن تستخدميها في العزومه ممكن تتحضر قبلها، يا ريت تعمليها من دلوقتي احنا ما فاضلش غير ايام قليله على رمضان، وكمان مفيش حاجه هتبوظ من دلوقتي. فرزي اللحوم وفرزي فراخ، مفيش اي حاجه هتبوظ. يعني الفراخ دلوقتي رخيصه جدا، فرزي حاولي كل شهر كده تلقيتي لك حاجه، لو فرخه في الشهر عرفتي تجيبيها وقطعيها وتبليها وحطيها في الفريزر. لو كيلو بانيه عرفتي تجيبيه، زي ما احنا قلنا لو وفرتي كيلو بانيه دلوقتي ب160، لو جبتي مثلا في الاسبوع ده من مصروف البيت 160 بانيه ورحتي متبلاه وعاملاه في البقسماط وحطاه في الفريزر، يبقى انت وفرت على نفسك يوم كامل في رمضان. هتطلعي بس جاهز كده على القلي تقلي وشويه مكرونه جنبه وخلاص، هيبقى الموضوع سهل وبسيط. لسه قدامك وقت كبير، مش لسه بدري، لا مش لسه بدري خالص، يعني انت لو بدأتي دلوقتي هتزنقي نفسك. احنا بادئين من بدري، لسه ما بدأش يا دوب يبدأ، يا دوب يلحق يخزن الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. الناس برضو اللي بيعملوا بانيه في العزومات زي ما احنا قلنا يعملوه زي ما احنا قلنا كده. اللي بيعملوا بقى في العزومات بط وحاجات زي دي، ممكن تجيبي البط من دلوقتي وممكن تنقعيه وتظبطيه وتتبليه برضو وتحطيه في الفريزر، مش هيجراله اي حاجه. الحاجات بقى اللي بتحتاج وقفه كتيره زي المحشي والكلام ده، ممكن برضو، يعني احنا بنحب ان احنا في رمضان نبعد عن الحاجات دي شويه عشان ما نشغلش نفسنا، يعني ما نشغلش يومنا باكله ممكن تفوت باي حاجه، ما نقعدش يومين نجهز لها. فاحنا لو احنا مثلا عندنا حد بيحب المحشي، الاولاد بيحبوا المحشي وعايزين في رمضان محشي، وما ينفعش ان انا اعدي من غير، ورمضان زي ما احنا شايفين هيبقى زحمه ازاي، ولازم اعمل لهم محشي. هعمل ايه من دلوقتي؟ هنجيب الكرنب ونسلقه ونقطعه ونحطه في الفريزر، وهنجيب الطماطم ونعملها صلصه ونحطها في الفريزر، وهنجيب الخضره ونغسلها وننشفها ونقطعها ونحطها في الفريزر. يبقى انت كده هتيجي في رمضان عندك الكرنب جاهز، الخضره جاهزه، الصلصه جاهزه، كل اللي انت هتعمليه هتغسلي شويه الرز تحطي عليهم الحاجات دي كلها وتبداي تحشي، مش هياخد منك نص ساعه. يبقى وفرت على نفسك برضو وقفه يومين 2 للمحشي. وما عندك الفراخ متبله هتطلعيها تعمليها على طول. يبقى احنا
مش زي ما الناس بيقولوا احنا عايزين نقضي رمضان كله اكل وشرب. لا، احنا بنقضي رمضان، بنحاول ان احنا نشيل الاكل والشرب من رمضان، نجهزه قبلها عشان نقضي رمضان في سعادة وعبادة، عشان نقضي رمضان كده واحنا لامين عيالنا حوالينا كده، ونفهمهم يعني ايه رمضان، ونفهمهم يعني ايه استقبال رمضان، ويعني ايه رمضان يهل علينا، ويعني ايه خير وبركة رمضان.